السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يواجه بعض المتقدمين إلى قرعة الحج الإلكترونية مشكلة عدم ظهور ال QR، وهذه يكون سببها الإعدادات في أجهزة الهاتف، ويكون حلها جدا بسيط. نذهب على متصفح كروم، بعدها ندخل على منصة أور أو بوابة أور، نضغط على بوابة أور، بعدها نجي على التقديم للحج، نرجع كأنه نريد نسجل من جديد، نذهب على اضغط هنا، بعدها راح تظهر لنا الاستمارة، نذهب كأنه نريد نرجع نسجل من جديد، نضغط على أوافق، بعدها نكتب رقم الهاتف، أيضا نكتب رقم البطاقة الوطنية، ندخل على الاستمارة، راح تطلع لنا نفس المعلومات اللي مليناها بالاستمارة. نذهب للأخير للتعهد، جواها تحميل استمارة التقديم، نعطي تحميل استمارة التقديم، راح تطلع لنا الاستمارة كاملة. نقدر نضغط على سكرين شوت نحفظها، أو نقدر نضغط على 3 نقاط وحفظ كملف، نحفظها كملف PDF. نختار المكان بالداونلود، مثلا نقول له تم، عندنا هذا اسمها، ممكن نغيره أو نبقيه، راح اسميه رقم 1، نعطيه حفظ. وهسه نكون احنا كملنا كل اجراءات التقديم، نحتفظ زين بالQR ان شاء الله يفيدنا اذا الله اراد وفزنا بالقرعة، نحتاجه في اكمال المعاملة مع الهيئة العليا للحج والعمرة. وكل التوفيق ان شاء الله للمتقدمين.